بتولومايس أو طلميثة كما يطلق عليها الآن هي مدينة يونانية قديمة تقع على شواطئ البحر المتوسط في شمال شرق ليبيا وعلى بعد 112 كيلومترا شرق مدينة بنغازي. جميع الحضارات القديمة في المنطقة مرت على هذه المدينة عبر العصور. تأسست في القرن السادس قبل الميلاد كميناء لمدينة برقة التي تعرف الآن باسم المرج القديمة. عندما أسس إخوة أركيسلاوس الثاني عندما غضبوا منه وأسسوا واتجهوا غربا لتأسيس مدينة فاركي أو مدينة باركي، أصبحت هذه المدينة التي أطلق عليها فيما بعد بوتوليمايس كانت ميناء لفاركي أو لباركي. كانت بتولومايس واحدة من المدن الخمس التي أسسها الإغريق بداية من القرن السابع قبل الميلاد بشرق ليبيا لتكون مركزا للحضارة الإغريقية في إفريقيا. شهدت المدينة ذروتها خلال العصر اليوناني، حيث أصبحت واحدة من أهم المدن في شمال إفريقيا، وازدهر اقتصادها من خلال إنتاج السيليفيوم، وهو نبات كان يستخدم في العصور القديمة كتوابل غذائية ودواء. ونتيجة لهذا الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي اشتهرت بثقافتها الغنية وأنتجت جيلا من الفلاسفة والشعراء والعلماء. تحتوي المدينة على بعض التحف والتماثيل في متحف بها، بما في ذلك تمثال ديوسينوس إله الحصاد، وتمثال ميدوسا إله الحكمة في الأساطير الليبية القديمة، وتمثال كليوباترا الأول أو سيرة زوجة بطليموس الخامس ملك مصر. حدثت نهضة في عهد شخص يسمى الإمبراطور جوليان المرتد، نهضة وثنية، يعني كانت المسيحية، ولكن لما هذا الإمبراطور ارتد أعاد تشكيل التماثيل، وأهم ما كانت المعبودة إيزيس، هذه المعبودة المصرية المهمة جدا، المعبودة المصرية والتي تعادل نت الليبية القديمة وحورس وسيرابيس فيما بعد، وتجميعا هذه الآلهة اللي امتدت حتى صبراتا، يعني موجود هذه المعبودة إيزيس وسيرابيس عبدت في ليبيا كلا، دليل على أهمية هذه المعبودة اللي أحياها هذا الإمبراطور المرتد اللي هو جوليان. ومع ذلك على الرغم من قيمة القطع الأثرية المعروضة في المتحف فإنها مهملة وتتكدس في المخازن، ولا يزال المتحف عرضة لخطر نهبه من قبل مهربي القطع الأثرية بسبب ضعف الأمن.